السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهارده انا كنت بصراحة بحشي حمام كده، عملت معاكم ازاي بنذبحه وازاي بننضفه، وطبعا طريقة حشو احنا عملناها قبل كده كتير، فانا قلت نوفر في الوقت والفيديو عشان ما يبقاش طويل. انا عملته هنا في الكيس الحراري، انا حبيت اوريكم ازاي بعمله في الكيس الحراري. طبعا حشيته وتبلته وظبطته، وقمت رايحة جاية رصاه في الكيس الحراري وحطاه في صينية او في صاج، وحاطه فيها شوية مية مغليين وزقاه في الفرن. طبعا هو انا بفتح معاكم هنا، شايفين الشكل الحمام جوه ما شاء الله ما شاء الله، وما نطرش رز كتير، ما حطناهوش في حلة سليق، والحمام متفسخ من بعض، والحمام مفتوح، والحمام ناطر رز. لا شوفوا هنا انا بوريكم ما فيش رز خالص، وقع على كذا حبايه اهوت بس. والحمامة زي ما هي متماسكة وجميلة وتحفة، والله العظيم شكلها جميل جدا. شايفين الحمامة اهو. طبعا انا كنت مزودة شوية رز كده من الحشوة، وقمت لما حشيت الحمام فاض معايا شوية رز، لان انا كنت قصدي ازوده شوية، وقمت مسوياهم وجايه حطاه فشاه تحت الحمام. هنا بيبقى طعمه جميل، انا عندي العيال بيحبوا الرز ده اكتر من الحمام كمان، بيبقى بالخلطة وجميل قوي 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 والله العظيم. عملته وفردته في الصينية هنا، وقمت رايحة رص الحمام زي ما انتوا شايفين، وشوية زواق بسيط كده. طبعا دي طماطمية عملتها على شكل وردة وقرن فلفل عشان اللون يعني. وهنا اهوت معاكم ما شاء الله ما شاء الله والله العظيم، اللي كان بسم الله ما شاء الله بألف هنا للي كله. ويا ريت يا ريت يا ريت لو انت معايا لحد الان في الفيديو ما تنسنيش باللايك من ايدك الجميله، واي تعليق يا جماعه، لان التعليقات تعتبر شبه ما فيش تعليقات. ولو انتوا عاوزين مني اي حاجه تانية قولوا، وانا ان شاء الله هعملها باذن الله. يلا انا بقى مش هطول عليكم، وهقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.